شوية شاي بس كده، حط عليهم شوية نعناع. شوية شاي بس يكون كده. شاي بس حط عليه شوية نعناع. ما اتولدش وفي بقه معلقة ذهب ولا عصاية سحرية، بالعكس ده واجه مشاكل كتير في حياته من وهو صغير لحد ما أصبحت حياته مصدر إلهام لكتير من رواد الأعمال. اتميزت حياته بالتواضع والأخلاق، لكن كان عنده طموح ورؤية كبيرة جدا. توماس ليبتون صاحب إمبراطورية الشاي اللي أسس شركة ليبتون، الشركة العملاقة اللي استمرت في نجاحها من قرن فات ولحد دلوقتي. فإيه كانت بالظبط رحلته وإزاي نجح وقدر يوصل بالشركة بتاعته للمكانة اللي هي فيها حالياً؟ كل ده هنتعرف عليه في الفيديو ده، فما تنساش إنك تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان توصل فيديوهاتنا لأكبر عدد من الناس. ودلوقتي بقى يلا بينا صلوا على النبي. توماس جانسون ليبتون اتولد في اسكتلندا في 10 مايو سنة 1848، وأبوه كان عامل بسيط. توماس وهو عنده 13 سنة كان بيشتغل عامل في مطبعة خلال فترة النهار عشان يقدر يساعد عيلته، وكان بيروح مدرسته في الفترة المسائية، واستمر شغال لحد ما كان عنده 15 سنة. توماس كان عنده حلم صغير وقرر وقتها إن هو يكمل فيه. في سنة 1864 اشتغل توماس شيال على سفينة نقل بضايع عشان كان بيحب البحر وكان بيشوف البحر كتير، وكان بيستمتع جدا بقصص البحارة اللي وصلوا من أمريكا وكان بيتعلم منهم. ولكن الحلم بالسفر كبر مع الوقت، وفعلا قدر انه يسافر أمريكا. وحياته في أمريكا بقى كانت عبارة عن انه بيتنقل من شغل لشغل، من عامل في مزرعة في ولاية فيرجينيا لمحاسب في مزرعة رز في ولاية كارولينا الجنوبية، وكبايع من الباب للباب في ولاية نيو أوريلانز، لمزارع في نيوجيرسي، ولمساعد بقال في نيويورك. ده وصل بيه الحال إنه كان بيعدي على البيوت عشان يبيع حاجات مختلفة. وبعد اللفة دي كلها وبعد ما عاش في أمريكا لمدة 5 سنين، قرر توماس إنه يرجع تاني لبريطانيا سنة 1870 عشان يساعد أسرته في المحل الصغير بتاعهم. وبعد سنة واحدة أسس أول محل بقالة خاص بيه، والحقيقة إنه كان فتحة خير عليه وكسب أرباح كبيرة جدا منه، وبدأ يفتح أكتر من محل في أنحاء اسكتلندا تحت اسم ليبتون. وصل عدد المحلات اللي فتحها ل 300 محل في بريطانيا. وبعد 17 سنة، يعني سنة 1887، دخل توماس عالم صناعة الشاي واستثمر في مصانع في نبراسكا سنة 1887، وابتدى وقتها إن هو ينتج الشاي. وسنة 1888 زاد الطلب على الشاي وانخفضت الأسعار وقتها، وقرر توماس إنه يخصص كل مصاريفه لتجارة الشاي، وأسس مكتب لتجارة الشاي وبدأ يبيع الشاي بأسعار مخفضة للطبقات الفقيرة. وأصبح شاي ليبتون الشاي الشعبي رقم 1 في بريطانيا. اشترى توماس مزارع شاي بعد نجاح أعماله، وزار سريلانكا سنة 1890، وعمل شوية عقود تجارية مع جيمس تايلور اللي قدم حدائق الشاي لسريلانكا مع العمال الهنود. واختار توماس ليبتون اسم ليبتون لعلامته التجارية، وباعت شركة ليبتون شاي سيلان وقدرت توزعه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ليبتون كان مشهور بمشاركاته المستمرة في سباقات كاس الولايات المتحدة لليخوت الشرعية، لأنه كان بيحب اليخوت الشرعية بشكل كبير جدا، وفاز بالكاس 5 مرات من سنة 1899 لسنة 1930، واستفاد من حبه للرياضة عشان يروج للعلامة التجارية ليبتون. وأصبح ليبتون راعي رسمي لبطولة كاس العالم لكرة القدم اللي أقيمت وقتها. وقبل إقامة كاس العالم تم إقامة بطولتين تحت اسم كاس السير توماس ليبتون، وده في سنة 1908 وسنة 1911. واتبرع في عام 1905 لإقامة مسابقة الكاس اللي كانت بتتنافس عليها الأرجنتين وأوروغواي. واستغل ليبتون وقتها الحدث ده عشان يعلن عن منتجه، وخلى ليبتون الراعي الرسمي للعديد من بطولات كاس العالم لكرة القدم. وتوماس كان خير، كان عنده دور اجتماعي كبير جدا،
فكان بيساعد المتطوعين في المنظمات الطبية خلال الحرب العالمية، وظهرت صورته على مجلة التايم الأمريكية في نوفمبر سنة 1924 عشان تتزايد شهرته، بالرغم أنه كان ناجح جدا على مستوى العالم كله، وكان من أغنى الناس اللي في العالم وقتها. وكان توماس ليبتون دايما فخور بحياته وبنجاحاته، لكنه كان متواضع جدا، وده كان من أهم أسباب شعبيته الكبيرة بين الناس. في 2 أكتوبر سنة 1931 رحل توماس ليبتون في لندن، وساب وراه سمعته الطيبة وعلامته التجارية اللي أسسها، وهي ليبتون. وبس كده، ما تنساش بقى إنك تعمل شير ولايك وسبسكرايب. أنا دكتورة إيمان عليوة، ودي قناة عقلية تانية. أشوفكم على خير. سلام.